لو نفسك انك انت تقوم على ميعاد صلاة الفجر وتروح تصلي الفجر، هقول لك على حاجة بسيطة صغيرة جدا عن تجربة، والله لو انت عملتها هتقوم على ميعاد الفجر بالظبط وهتروح تصلي الفجر. اول حاجة قبل ما تنام انك انت ما تكونش بتضحك على نفسك وبتقول لنفسك اي كلام اللي هو ايه، انا فعلا بجد والله يعني عاوز اصلي الفجر، وانت اصلا من جواك ولا همك انك انت تقوم تصلي الفجر ولا اي حاجة، بس بتقول كلام كده عشان تريح نفسك وتضحك على نفسك بكلمتين وخلاص. لا، خلي نيتك من جواك قبل ما تنام انك انت فعلا عاوز تقوم تصلي الفجر، عشان لو ربنا شاف ان نيتك انك انت بجد صادقه، ربنا سبحانه وتعالى هيصحيك انك انت تقوم تصلي الفجر، وهيصحيك على ميعاد الفجر بالظبط وانت حاطط راسك على المخده وهتنام، انك انت تكون نيتك من جواك انا عاوز اقوم اصلي الفجر. تاني حاجه هقولك على سر كده في علم النفس في عقلك الباطن، قبل ما تنام قول لعقلك الباطن انت عاوز تصحى على الساعه كام. يعني قبل ما تنام شوف الفجر بيأذن على الساعه كام، وانت بقى حاطط على راسك المخده وهتنام قول لعقلك الباطن، يعني قول لنفسك كده انا عاوز اصحى على الساعه كذا، وافضل قولها 5 مرات قبل ما تنام. هوب هتصحى من النوم هتلاقي نفسك صحيت على نفس الساعه اللي انت قلت عاوز تصحى عليها. وده ليه بقى؟ لان عقلك الباطن من اسرار يعني في علم النفس في عقلك الباطن ان عقلك الباطن ما بينامش، فانت لما بتقول لحاجه قبل ما تنام فانت كده بتأمره فهو بيسمع كلامك. ثالث حاجه وعن تجربه لما سالت ناس ما كانوش اصلا بيصلوا الفجر قالوا لي اتوضى قبل ما تنام، لان الوضوء قبل ما تنام ده هيخليك وهيساعدك اكتر انك انت تقوم تصلي الفجر. فانت حاول على قد ما تقدر قبل ما تدخل على السرير وهتنام ادخل بس الحمام الاول اتوضى وبعدين ادخل نام، لان الوضوء هيساعدك وهيخليك انك انت تقوم تصلي الفجر وتقوم كمان على ميعاد الفجر بالظبط. وانت رايح بقى كده في النوم كده وخلاص، ما تنساش تدعي ربنا من قلبك ان هو يصحيك ويقومك على ميعاد صلاه الفجر. زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.